لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال من لواني حفصة وطهشت لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بمبست رزا من دي رب العالمين وهوادان إيوي آزي السود والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. بەڵێ خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە لە درێژەوە ئاتانێکە باز لە داوای موسا دەکات عەلەیهی سەڵاتو وسەلام لەگەڵ فیرعەون وەکو لە ئاەتەکان ڕابردوو لە ئاەتەکانی پێشووتر لە پێشەو ئاەتە وەکو لەوانەی ڕابردوو باسمان کرد کە خوای گەورە فەرمووی موسا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام بە فیرعەون دەڵێ کە ئەمن پێغەمبەری خوامە بەیینەم پێیە شەریعەت و با بڵێ مەنهەجیشم پێیە و بانگی دەکات لە لای خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە و بانگی دەکات و داوای لێ دەکات کەوا بەنی ئیسرائیل ئازاد بکات لەو کۆیلاتیە کە لە بۆ خۆی ئەوانی هەموو چەوسانتەوە ئازادیان بکات و بنێری لەگەڵ موسا عەلەیهی سەڵاتو وسەلام کەوا بگەڕێنەوە لە بۆ فلستین ئەو فلستینەی کەوا لە سەرەتادا لە عەهدی یوسفەوە عەلەیهی سەڵاتو وسەلام ئەو کاتەکەوە یوسف پادشای مەسر بوو هاتوو نەوێندەری ئیتر بەنی ئیسرائیل بجێڕتەوە لە بۆ فلستین لەوێندەری دەوڵەتی ئیسلام ئیقامە بکەن. لە کاتێکدا کە بانگی دەکات لە بۆ لای خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالە ئەو داواکاریش لێ دەکات لە وەڵامدا فیرعەون دەڵێ قال إن كنت جئت بآية ئەگەر ئاەت و معجزەت پێ فأت بها إن كنت من الصادقين دەیبینە نیشانماندا ئەگەر تۆ ڕاستگۆی. وكل تفسير معارج دەڵێ جاء في هذه العبارة اختيار حرف الشرط إن قال إن كنت جئت بآية إن دەڵێ ئەو إن طبعا حرف الشرط لبرتسي بكار هاتيا ليش عار بأنه من المستبعد أن يكون قد جاء بآية معجزة من ربه قال لا فرعوني أواش تيشي دورة شتيشي زحمته كوا أوي كموسى ديلي عليه الصلاة والسلام كوا معجزة بيا شتيشي واي بي بيتن ومن المستبعد أن يكون من الصادقين بي واش تيشي دورة كوا راز بكا لو قضية فهذا الحرف يستعمل غالبا في القضايا المشكوك في حصولها كوا إن عادة بكار دهندري لبوشتاني كواد زيغا شك وقمان بي بخلاف حرف الشرط إذا لبو أويك متوقع بكار به إذا جاء فلان وتمتوقع به كهاد أو هاب كان والله إن لبو أويك لبو حالتي مشكوك كوا شك وقمان هي أوشتروا بدا أجر أوشتت بيا أجر بلغت بيا دي نشاني ده إن كنت جئت بآية أي بعلامة خارقة للعادة معجزة أجر علامتك بي خارق عادة لعادة طبيعة بشر دا أوشتنية وكو معجزيك تشهد لك بأنك رسول الله حقا وصدقا أجر معجزيك بي علامتك وكو معجزيك بلغبي لسروي كواتو بيغنبري خواي إذ لا بد لكل رسول من آية خارقة تكون بمثابة الشهادة له من الله عادة همو بيغنبران إخوة عليه الصلاة والسلام فعلا بلغيان بيبوا وكو معجزيك كواشتيشي خارق عادة طبيعة بشر بي شاهدة لبويان كواخوا بال بشتيدك سبحانه وتعالى فأتي بها إن كنت من الصادقين أي فقدمها وأظهرها لنا ديت بيشكشك بدياري بيخو معجزية لنراها ونشاهد مبلغ قوتها توك بيبين مزان خد سن بهذا أو كاتو ادعاءك إن كنت من الصادقين أي إن كنت من الأنبياء ورسل الصادقين أجر أتو راست الريزي پیغمبرانی رازگوی دی باب زين بلغكتسيا لبران بردا موسى عليه الصلاة والسلام وكذا الجواب ما ترون لا ما تسمعون جواب ويكو دي بين نك جوتان لدبي يكسر بفعلي أنزامي ددا
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى عصاه أو دار عصاي كوالا دستيبو فريدا فإذا هي ثعبان مبين لناكا وشي فجأة أو دار عصاي بوا ماريك أجدهاش قورا. فألقى عصاه وكل تفسير قاسمين التي هي جماد وخد دار عصا جمادة جياني تدانه. فإذا هي أي من غير سترة ولا معالجة سبب كواتا فجأة ببيوي هزهو كارش ظاهري هبيتا لبروي إذ فإذا هي إذا كفجائية وتفجأة سيلهات بو ثعبان مبين. ثعبان الذكر من الحيات وتا مارتشي نيريني قورا أي حية كبيرة هائلة مارتشي قوري زور زخم فاضت عليه الحياة أو دار عصايبو مارتشي قورا وجياني كوتناوي لتدل على فيضان الحياة العظيمة على يديه كواتا بلغير سركوا أو كموسى بيتي جياني تدا فرمو دار عصايك بي دجيتو دبتا ماريتشي قورا مبين أي ظاهر لا متخيل زور بأشكرا ديار نقشتش خيالي بي. فأكل معارج دلي أي فأسرع موسى عليه السلام كاتكوا داوای لێ دەکا بەڵگەمان دەوێ کە داوای دەکا بەڵگەمان دەوێ فألقى عصاه فألقى واتە فاء تعقيبية کەواتە مانایەکەی وای لێ دەوە كل معارج دەڵێ فأسرع موسى عليه السلام إسراع الواثق بما آتاه ربه من آتي العصا واليد کەواتە بەپەلە ئەو دوو بەڵگەی کەوا پێیتی نیشانی دا کە لەلایەن پەروەردگارەوە كدار عصايكيتي ودستيتي وكل آتي دواتر دفرمي فألقى عصاه التي في يده يتوكل عليه أو دار عصايك وبيبو كاعتماد لسر ذكر فريد ده دل على هذه سورة العطف بالفاء بلغير سروي كوادين بقلا فريدا لبروي خواي فألقى فاءك بلغير سر هندي تدل على الترتيب مع التعقيب وتحرك قصكي التوابو يكسل دوايبي أو كاري أنزام دا فإذا هي قد فاجأهم وكمفاجئك بأن تحولت ثعبانا واضحا حقيقيا بوا ماريشي قوري نيرا لا أمرا تخيليا إبهاميا كواتا كاريشي خيالي نبو كوا مقابلكي بابلين سري ليب شوينا زور بواضحي بفعلي بوا ماريشي قورا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده وكل قاسم أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه كانت دستي لناو وكل أتكاين ترزياتر بابلين خايقور كباز لو حق تذكار وين دكاتو دستي لناو يخي قميص كيناو دري هناو فإذا هي بيضاء للناظرين أي بيضاء بياضا نورانيا أو دستي سبيبو سبيشي نوراني خارجا عن العادة كواشتوا نبوة لعادة يجتمع عليه النظارة تعجبا من أمرها فإذا بيضاء للناظرين كهذه هندي كواخلشي كوب من التماشاي بكل برو يشتشي زور سير عجيبة. وكل معارج دلي وأسرع فأدخل يده السمراء في جيب قميصه كاتب أخوي معلومة موسى عليه الصلاة والسلام كابرياتي أسمر بوا إتر أو دستي لناو بابلين يخي قميصة كيدنيو باشان كدري دينيته ودست بابلين أسمري فنزعها بسرعة وشدة إتر بخيرايج بتندي دست كيدر ديني فإذا هي قد فاجأهم بأن تحولت بيضاء بياضا باهرا رائعا إتر أو دستي دروشيتو سبيتشي زور عجيبة لا بياض برص كما للمرضى بي نكس سبياتيش كوا وكوكسي كوا بلق دبنا بلكو سبياتيه كوا دروشيتوا لو يا خوي قولا لوصفي او سبياتي دفرمي كاتك وكل صورة النمل باز دكا وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء او دستت كوا لباغلدني وباشان دري ديني او دروشيتوا نقلب او السوء نخوشيو بلاتشي بنا بلكوكم معجزيك وهل سورة قصص أسلوك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ليون شربها ماشية وهذا فرمي مفسر كان المراد من بيضاء أنها تخرج كاللؤلؤة البيضاء تتوهج نورا يظهر للمبصرين كواتا ما بس لذا كواتا فرمي بيضاء كواتا كاتك ودس لنا باوني يخي قميص لنا درديني توا
وەکو باڵێن لؤلؤەیەکی سپی دەدرەوشێتەوە، نووری لێ دەدرەوشێتەوە، ئەوەی کەوا تەماشای بکە دەیبینی. بەڵێ ئەوجا لە مقابل ئەو دوو ئاەت و ئەو دوو موعجزەیەکەوە موسا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە فەزلی خوای گەورە و بە ئیزنی خوای و نیشانیاندا. موقفی فیرعەون چییە؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. واتە مەلەئەکە و گەورە پیاوانی دەوری فیرعەون دەڵێن بەڕاستی موسا ساحرێکی زانایە والعیاذ بالله. وەکو لە قاسمی دەڵێ قال الملأ من قوم فرعون أي الأشراف ئەو پیا و با بڵێن ماقوڵانەی دەوروبەری يكرهون شرف الغير عليهم. کەواتە بە حکم ئەو کانتەی هەیتیان پێیان ناخۆشە کەسێک هەبی شتێکی زیاتری لەوان هەبی. ئیتر ئەدی کو ئەو موعجزاتە ڕەت بدەنەوە، ئەدی کو ئەو گەورەیە کە خوا بە موسای بەخشیە عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوان دایانەوە ڕەتی بکەن، کو ڕەتی بدەنەوە؟ دەڵێن إن هذا لساحر عليم أي ماهر فيه، واتە ساحرێکی زۆر زیرەکە. لا معارض دلت هذه الآيات على حوار تشاوري جرى بين فرعون وملئه الحاضرين مجلس ساعتين. كواتا وكل يرو لا آتي تريج باسي كده لا آتي ترباز دفرمي فرعون ما يقول ليه دفرمي ملأ جور بيواني دور بري فرعون ما يقول. كواتا ضلي أو آتانا بلغن لسرو كوا كاتك واشتروا دا يتر فرعون لقل جور بيواني دور بري خوي مشاوريك دكاتا. ولا بد أن يكون فرعون قد بدأ بالحدث، لا بد فرعون يكمزار أو رأي دربريا قائلا لحاضري مجلسي من ملأ قومي يكمزار أو رأي دربريا كوابا جوربيا وين ضل ما تقولون في هذا الذي عرضه موسى؟ رأيتان شبر عمر بوشتك وموسى دري بريا يأخذ موسى أنزامدا، إلا أن النص قد طواه لإمكان استخراج من قبل أهل التدبر برام كخواي جور باسي ناكاتن لبروي القرآن هاتر بإنسان تدبري تدابك وفكر بكاته. إذ من التقاليد المتبعة لحاضري مجالس الملوك أن لا يتكلم ولا يبدأ آراءهم في مثل هذا المواقف حتى يسألهم ملك. كواتعاد تنوايا أواني لخزمة ملك وباسشاك داشتينا صاروان زان داخل ملك تسدلي إتر ملك يكم زان مشاوران بيدكا لم يذكر موسى عليه السلام باسمه. أتتمشاكل الجواب كان وكل آتي كذا فرعون يكم زان رأي خويدا أوانيش دارين بالي هروايا وزال حكم كشيان نال موسى ساحرك حرب قال الملك من هذا إن هذا هل إشارة بيدك ناوكشنا وإنما أشاروا باسم الإشارة هذا لإشارة بأنه ليس من علية القول تذكر الشاني أوينية كوا أو كسناوش بهندري لو قول بياوانية أو كسا يعني إتر أوش أسلوبك كوا فعلا ناو هنان وكواندق لا زانان كباز لاسم دك الناو بخوي ناو هنان أصلا ريز لينانك لمقابلة كي يتروانان أو ريزش لابن لموسى عليه الصلاة والسلام هذا أو كسا. ووصفوا الآتين اللتين أدهشتاهم أو دو آتي أو دو معزيك أو نشاين دام فضل خواهي قولا كوي وصفي ذاك لكاتك كبخوان في سرسامبون بأنه من قبيل السحر المعروف والمنتشر في أنبي مصر. كواتا دلين أو السحرية كوالا مصر لهم زيقاتي بلاوة. لسورة الشعراء خواهي يقول أين حقتما لو بازك فألقى عصا فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. لو ليش لسورة الشعراء دل فرعون يكم زار ودله دل ساحر شي زانايا ديوت ما بستش أو كوال لو زويو خاكولات خوتان درتامك أي يريد أن يخرج بني إسرائيل من مصر ديوت بني إسرائيل هم إلى مصر دربكات ويكون منهم جيشا ويكون منهم جيشا ويعود بهم مقاتلين طالبين من الكفر. ديوت بني إسرائيل تسليم بكين أو ذلك بني إسرائيل جيشك تكويمك وبيتوا تاوكم ملشي مصر تان لداجير بك. ومن الجمع بين النصين كوكرنوي بين أودو نصي كوالودو سورة هاتية ندرك أن الملأ سكتوا فلم يجيبوا فرعون على سؤاله. كواتي كم ذاك فرعون برسياريان لذلك أوان بيدنقل هيد جوابنا خشية أن يطرحوا رأيا لا يوافق هواه. لو إذا ترسين رأيك در ببرن لقال هواه آرزوي فرعون در بامتيقنا كاتوا يتر فتريث حتى يتحسس رأيه يكم زار هسيان رأي بزان داخل فرعون بخوي رأيتي أزوانش بين تأيدي رأيك كيب كان. عندئذ قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وكل سورة الشعراء فردد الملأ قائلين بإجماع
إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم وكل سورة كواتا سبحان الله يعني دستو بيوند حاشية ملك وباشا ورؤساء زور بيانوان أصلا زور أدنى كان قسيق لخزمت كان أجر بزان نبادا أو قسيا مزاجي ويتيك بدا تصور ذكر المزان ده خود سدله أو زاوك رأيك ده أو زحموي بيكو ده بالله أو ها أو يكوا أتودا فرموي يتر أو الرأي فرعون برامبر بموسى عليه الصلاة والسلام ملأكش بهمنشي أو الرأي ينبو يتر ديار الله كان دواتريش خواهي جور سبحانه وتعالى من بعض كانت كوا أو حواري بين موسى عليه الصلاة والسلام وأو نتيجة أو كوا أو آتانا نشان دا سدبي وتيام بسرده لآت كان دواتر ببشتواني خواهي جور باس إذا كين لبر توابوني كاد دوستين إن شاء الله تعالى دقرينه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.